الأم قررت إن هي تبيع عيالها بمقابل 100,000 جنيه، وخططت هي وجوزها ازاي يبيعوهم من غير ما حد من أهل البلد يعرف. بس ما كانوش عارفين يعملوا كده ازاي، لغاية لما جالها فكرة الشيطان نفسه مفكرش فيها. والخطة كانت إن هي تقول لأهل البلد إن عيالها التلاتة بعد ما شربوا بطاس بدل اللبن. ونفذت هي وجوزها الخطة فعلا، وبعد ما خدت الفلوس منه خلصت عليه. وبعد ما خدت الفلوس وخلصت عليه قررت ان هي تهرب من البلد وتروح على اسكندرية عشان تبدأ حياتها بتمن الفلوس اللي باعت بيها عيالها. وتعرفت على حد في اسكندرية، والحقيقة ان هو من اول مرة شافها فيها اعجب بيها وحبها. وهي عشان بتعبد الجنيه لما عرفت ان هو عنده ارض في اسكندرية قررت ان هي تشاركه بالفلوس اللي معاها ويبنوا هما الاتنين مطعم على الارض بتاعته دي. وعدى الوقت، وبعد ما فعلا بنوا المطعم جه الزلزال وهد كل حاجة. هد المطعم اللي هي حطت فيه الفلوس اللي باعت عيالها بيها، وحتى الشخص اللي حبها ووقف جنبها هو كمان. وبعد ما خسرت فلوسها وخسرت عيالها وخسرت كل حاجة، رجع الماضي يطاردها تاني، واخو جوزها عرف مكانها وابتدى ان هو يطاردها. فما حست ان كل حاجة ضاعت منها وانها لو حد وصل لها هتتسجن وحياتها هتضيع، قررت انها تغير اسمها وتغير مكانها وتغير كل حاجة. وبالفعل عملت كده وسافرت على مصر. بس اللي عملته هناك كان افظع بكتير من اللي انا حكيت لكم عليه. والحقيقة ان كل خطوة في الحدوتة دي تخليك قاعد مش عارف تاخد نفسك ومصدوم من كل اللي بيحصل. ولو فاكرين ان دي نهاية القصة فدي مجرد البداية، لان اللي عملته بعد كده كان ابشع بكتير في الحدوتة دي. اللي انا وانا بتفرج عليها كنت مصدومة من كل مشهد في مسلسل حدوتة مرة لغادة عبد الرازق، اللي بصراحة أبدعت في الدور ده وخلتني مبقاش عارفة أتعاطف معاها ولا أكرهها، وهل هي اللي لها ذنب في اللي حصل لها ده، ولا ما هي اللي كانت السبب، ولا الظروف اللي اتحطت فيها هي اللي خلتها عملت كده وطلعت بالقساوة دي. الحدوتة لسه طويلة قوي، فلو اتفرجتوا على مسلسل حدوتة مرة عايزاكم تقولوا رأيكم فيه في الكومنتس. هل عجبكم ولا لأ؟ ويا ترى ايه السبب الحقيقي اللي خلاها بقت كده؟ وهل فعلا في ناس زي مرة كده في الحقيقة وفي قسم مشابهة ليهم فعلا ولا لأ؟ ولو لسه متفرجتوش على مسلسل حدوتة مرة فده واحد من المسلسلات اللي لازم تتفرجوا عليها لغادة عبد الرازق. هستنى اشوف رأيكم في الكومنتس، وهستناكم تقولي رأيكم في المسلسل. ولو ما اتفرجتوش عليه فاعملوا سيف للفيديو ده واتفرجوا عليه، وهستناكم ترجعوا تقولي رأيكم فيه في الكومنتس.